ليه اللاعب رقم 9 هو اللاعب رقم 9؟ لا بجد، مش اسئله بعد الساعه 12 بالليل. ليه فعلا اللاعب رقم 9 هو اللاعب رقم 9 مش اللاعب رقم 11 رغم انه اخر لاعب في الملعب؟ وليه اللاعب رقم 5 قلب الدفاع هو اللاعب رقم 5 رغم انك لو عديتها من حارس المرمى واخترت من ناحيه اليمين فهو هيبقى اللاعب رقم 4، ولو اخترت من ناحيه الشمال فهو هيبقى اللاعب رقم 3؟ طب ليه اللاعب رقم 5؟ الموضوع يرجع لأصل الترقيم. سنة 1939 لأول مرة اتحادات الكرة تجبر أندية إنها ترقم اللعيبة، لأول مرة تجبر اللعيبة إنها تنزل أرضية الملعب أو على ظهر التيشيرت رقم اللاعب. من قبل التاريخ ده ما كانش مجبرين. ودايما اللغة اللي ما بين المدربين واللغة اللي ما بين اللعيبة وحتى المحللين في كرة القدم دايما تشكيلة الملعب. دايما الفريق ده بيلعب بأنهي تشكيلة، أو الفريق ده هينزل أرضية الملعب يأدي بإيه. هيقول لك 4-4-2، 4-3-3، 3-4-3، 5-3-2، 3-5-2، أيا كان المسمى، ففي الآخر في تشكيلة هي دي اللغة السائدة. عشان كده وقت الترقيم كان اللغة السائدة أو النمط اللي ماشيين عليه وقتها أو التكتيك وقتها كان 2-3-5. الموضوع غريب بالنسبة لك بس ده هنتكلم عليه في وقت تاني. تكتيكات في عالم كرة القدم وقتها والتغيير لحد ما وصلنا دلوقتي ل4-3-3 عدد بمراحل كتيرة جدا. لكن برضه هقول لك بصورة مبسطة عن 2-3-5. هي بتطبق حاليا في أرضية الملعب، بس عشان أكون صريح معاك هي مش بتطبق بنفس السيستم اللي كان ماشي عليه وقتها، لأن دايما اللغة الشائعة هو أكتر وقت انت واقف على ارضيه الملعب او الطريقه الدفاعيه وقتها انت بتلعب بايه 4-3-3، فهو ده اكتر شكل نمطي في ارضيه الملعب. لكن دلوقتي ال 2-3-5 بتطبق زي فريق زي باريس سان جيرمان مع مدرب من عتاوله التكتيكات حاليا زي انريكي في وقت من الاوقات في الموسم كان لاعب بال2-3-5 لكن في الشكل الهجومي بتواجد ماركينيوز وشكرينيار في قلوب الدفاع، وبتقدم اشرف حكيمي ان هو يتحول لاعب خامس في قلوب الهجوم، ويتحول لوكاس هرنانديز كلاعب تالت وسط الملعب، وفي الوقت ده يفضل ايمري ويفضل ريبيرو، ويتحول فيتينيا كلاعب برضو خامس في الخط الامامي مع وجود راموس المهاجم الصريح، ومع وجود امبابي ناحيه شمال، ومع وجود اشرف حكيمي على اليمين، ويتحول ديمبلي لقلب الهجوم. فكده تحولنا لشكل الاتنين 3-5. نبدأ بقى بالترقيم على خطة الاتنين 3-5. حارس المرمى اللاعب رقم 1، رقم من ناحية اليمين الاتنين والتلاتة، رقم التلاتة وسط ملعب من ناحية اليمين برضو الأربعة والخمسة والستة، رقم الخمس مهاجمين من يمين لشمال 7-8 9 اللي هو اللاعب السترايكر، والعشرة واللاعب رقم 11. وده هو الشكل فعلا اللي على أساسه هنطبق بالصورة الحالية في أرضية الملعب ال4-3-3. عندك السبعة وعندك ال11 هما لعيبة فعلا الأجنحة. عندك اللاعب رقم 8 واللاعب رقم 10 بيتحولوا لاتنين وسط ملعب، لاعب البوكس تو بوكس ولاعب البلاي ميكر اللي هو دلوقتي بأدوار بوكس تو بوكس. وعندك اللاعب رقم 6 هيفضل في وسط الملعب وتحول لاعب 4 واللاعب رقم 5 كلاعيبة سنتر باكات، وفي الوقت ده الاتنين والتلاتة يتحولوا كلاعيبة أظهرة. هو ده الترقيم اللي اتغير شكله بشكله الحالي في واقع كرة القدم في تكتيكات كرة القدم. سلام.